قل إنما أعظكم بواحدة عندما تمر بنا ضائقة أو محنة ترى أننا نكبر ونعظم هذه المحنة أو هذه المصيبة أو هذا البلاء. هل تعلم بأنه المؤمن كلما ازداد إيمانا ازداد بلاء؟ ولذا لا بد علينا أنه عندما تمر بنا هذه الضائقة أو هذه المحنة لا بد أن نضعفها، أن نصغرها، أن لا نعطيها كل الأهمية. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه السهل ما استسهلته والصعب ما استصعبته، فإذا أنا صعبت هذا الأمر راح يصعب علي أكثر مما كنت أتوقعه. ولهذا يقول ذلك الشاعر أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها. هذه الهموم وهذه المصائب وهذه الآلام البسيطة تكبر في عين الصغير، الصغير في إرادته تكبر هذه المصائب في ذاته، وتصغر في عين الكبير الكبائر، هذه أو العظائم، هذه الأمور العظيمة أو هذه الكبيرة من الأمور والمصائب إذا نظر إليها الإنسان القوي في ذاته تصغر وتصغر وتصغر حتى تضمحل. أما الإنسان الضعيف في إرادته البسيط في تصرفه تراه يعظم هذه المشكلة وهذا الأمر وهذه المصيبة إلى أن تكبر هذه المشكلة أكبر مما كان يتوقع. بعد ذلك يصعب عليه كيف له الخروج منها. فلذا علينا أنا وأنت أن نصغر هذه الأمور، هذه المصائب، هذه الآلام. ولهذا من عظم صغار المصائب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. ونسأل الله عز وجل أن يمحي عنا من هذه الأمور، وأن يصغر هذه الأمور في أعيننا، ويجعل إرادتنا وذواتنا أكبر من هذه الأمور.